انتشرت الفترة الأخيرة أخبار عن نزول أسعار عربيات بداية من السنة الجديدة 2025، وهيبقى فيه تراجع كبير في أسعار العربيات، وفرصة للي عايز يشتري عربيات ما يشتريش الفترة دي، يستنى الفترة اللي جاية الأسعار هتنزل وهيبقى فيه عروض حلوة جدا. ونزول أسعار العربيات دي بيرجع طبعا لعدة أسباب، من أبرزهم طبعا عودة شركة الناصر للصناعة مرة أخرى بعد توقف دام لفترات طويلة، وفي نفس الوقت اتفاقيه بتاعت عز العرب لتجميع العربيه البروتون ساجا تجميعها محليا، وده هيعمل منافسه كبيره جدا بين المنافسين بتوعها وبين التوكيلات، وده هينتج عنه طبعا نزول كبير في اسعار العربيات. هل الكلام ده صحيح فعلا والاسعار هتنزل؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهارده. بس قبل ما نبدا حلقتنا ما تنساش تشرفنا باشتراكك الجميل معانا في القناه ولايك لفيديوهاتنا، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. تعالوا مع بعض ناخد نبذه سريعه عن العربيه البروتون ساجا. هي عربيه ماليزي، الوكيل بتاعها في مصر هي مجموعه عز العرب. العربيه دي ظهرت في السوق بدايه من 1985 وبدات تطور في موديلاتها بشكل كويس جدا على مدار السنين اللي فاتت. العربيه بتنزل بمحرك 1300 سي سي 4 سلندر بقوه 95 حصان وعزم دوران 120 نيوتن، اتصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات. العربيه استهلاكها في البنزين بتستهلك 6 لتر لكل 100 كيلو متر، ده يعتبر رقم كويس مش وحش. المساحات فيها من جوه معقوله متوسطه، مش كبيره قوي ولا هي صغيره قوي. مساحه حجم الشنطه، تخزين الشنطه 420 لتر ومساحه خزان الوقود 40 لتر. المساحه الكليه للعربيه انا شايفها تعتبر صغيره شويه بالنسبه للعربيات اللي بتنافسها بنفس الفئه السعريه بتاعتها، زي النيسان صاني والشيري اريزو 5 والبي واي دي. انا شايفهم يتفوقوا عنها في المساحات بصراحه، سواء داخليا او خارجيا. هم اكبر منها شويه. طبعا خاماتها من الداخل خامات كلها خامات بلاستيكيه. لو جينا اتكلمنا عن اقوى المميزات في العربيه ديت، هي طبعا قوه صاج العربيه، وده بيديها ثبات ممتاز جدا على السرعات العاليه، وثبات ممتاز جدا في الملفات، وتوافر عوامل الامان في العربيه دي كويس جدا. لو جينا اتكلمنا عن عيوب البروتون ساجا، العربيه انا من وجهه نظري شايفها ان حجمها يعتبر صغير، ما تنفعش عربيه عائليه. هي كويسه لو لشخص واحد، انما لا تصلح انها تكون عربيه عائليه. ضمن برضه عيوب العربيه البروتون من وجهه نظري، انا شايف في ثغره كده في تصميمها، بصراحه شايفها مش حلوه خالص، اللي هي حجم العجله بتاعتها والمساحة بتاعت الرفرف بتاعت العجلة، تحس إن هي صغيرة زيادة عن اللازم مقارنة بجسم العربية، تحس إن مفيش تناسق كده في التصميم. برضو من ابرز عيوبها هي عدم توافر قطع غيارها، زي العربيات النيسان الصني مثلا او العربيات البي واي دي او الشير اريزو 5. العربيات دي طبعا قطع غيارها متوفره اكتر من العربيه البروتون ساجا. دي كانت نبذه سريعه عن العربيه البروتون. نيجي نتكلم عن حقيقه نزول اسعار العربيات. نتكلم بالنسبه للاستيراد، طبعا احنا عارفين ان الاستيراد موقوف، حتى الاستيراد الشخصي برضو موقوف. ده هيؤدي لاحتكار التوكيلات للاسعار العربيات المعروضه، لقله العربيات المعروضه، وطبعا ده هيؤدي برضو في الاخر لزياده الاسعار مش انخفاض الاسعار. وجينا برضو تابعنا اسعار العربيات الفتره الاخيره، هنلاقي العربيات في زياده مش في نزول، كل يوم في زياده ب 30,000 وال 40,000 على اسعار العربيات، لحد ما للاسف بقت اقل عربيه النهارده بتتكلم في 680,000 وانت طالع بقى. وتقريبا اغلب العربيات المعروضه بالاسعار دي بتبقى عربيات صيني زي البي واي دي والشيرا ريزو 5، معظمها عربيات صيني. حتى للاسف العربيات الصيني سعرها تخطى المليون والاتنين مليون، يعني في موديلات طبعا بتبقى اعلى شويه. وانا شايف طبعا للاسف ان اسعار العربيات في الطالع مش في النازل. انا شايف انت لو محتاج عربيه او عايز تشتري عربيه وما عندكش عربيه، الانتظار زي قلته، تشتري الفترة ديت. الأسعار يعني للأسف ممكن تزيد شوية كمان مش هتقل، تشتري ما تترددش. فأنا شايف إن أنت تشتري الفترة ديت، ما تنتظرش النزول في الفترة اللي جاية. أما لو أنت عندك عربية وعايز تجددها مثلا، فخليك محافظ عليها الفترة ديت لحد ما نشوف الفترة الجاية هيحصل إيه. لو جينا اتكلمنا عن افضل الترشيحات في الفئه اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي طبعا فئه البروتون ساجا، بتتكلم حوالي من في حدود 700,000 لحد 800,000. هنلاقي عندنا العربيه النيسان الصني، ودي اشهرهم طبعا، والعربيه البي واي دي الاف 3، والعربيه الشيري اريزو 5. الثلاثه يعتبروا نفس الفئه السعريه، يعني شايف فروق بسيط بينهم في الاسعار. فروق اكتر عربيات منتشره تحت المليون. انا شايف انت لو انت بتتكلم في الفئه السعريه ديت، انت ممكن تركب حاجه اعلى من الاختيارات دي كلها، بس هتبقى مستعمله، بس هتاخد حاجه اعلى في الخامات وفي التقفيل وفي الاداء وفي المساحات وفي كل حاجه بصراحه، وفي الاعتماديه. زي مثلا العربيات الكيا السيراتو، العربيات الكيا كارينز،
العربيات الانتر الام دي بالتحديد، واختيارات كتير بنفس الفئه السعريه مستعمله، بس عربيات يعني تقريبا ما تتقارنش بين العربيات اللي احنا بنتكلم عليها. هي ميزه العربيات اللي احنا بنتكلم عليها ان انت بتتكلم هتركب حاجه جديده، انما لو بتتكلم في الفئه السعريه وما تفرقش معاك الجديد من المستعمل، انا شايف ان العربيات المستعمله اللي انا قلت عليها ديت افضل بكتير من العربيات ديت. في الاخر قول لنا رايك اذا كنت انت تفضل العربيات من اللي احنا اتكلمنا فيها بالفئه السعريه ديت، او تركب عربيه بمواصفات اعلى بس هتكون عربيه مستعمله. اتمنى الموضوع يكون عجب حضراتكم، وان شاء الله الفتره الجايه هنتابع اسعار العربيات مع بعض. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.